عندي بشتغل بيه في الكيو سي بظبط بيه اللي هو زر الصيانه اللي هو سيستم منيو ده. حلو الكلام. في حاجه عندي اسمها كومن سيتنج. كومن سيتنج ديت بعمل فيها مثلا الديفولت بتاعي اللي هو الديفولت سكرين هنا هوم. لو انا مثلا مش عايز الديسك توب اللي يظهر بخليها على الكوبي، يبقى في الحاله ديت المكنه اول ما تفتح مش تفتح على الهوم، يعني مش هتديني الديسك توب، هتديني كوبي على طول اللي هو النسخ. دي طريقه، ده الديفولت بتاع الشغل بتاعنا. الساوند عايز اعلي عايز اوطي الصوت اللي هو بتاع التيت تيت وكلام من ده. في حاجه مهمه قوي بقى اللي اسمها فانكشن ديفولت. فانكشن ديفولت دي مهمه جدا جدا جدا، دي بخشها. دلوقتي انا عندي المكنه ديت كانت الوان وانا حولتها ابيض واسود، كانت الوان وانا حولتها ابيض واسود، يبقى المفترض الكالر سيلكشن كوبي تشينج اخليه بلاك اند وايت. لو انا عملته فول كالر يبقى انا كده بمشي غلط، هاجي اصور هاجي اطبع رغم ان انا هتطلع غلط، هتطلع فيها مشكله. لازم احولها بلاك اند وايت. حلو الكلام. الكالر سيلكت سيند ستوري اللي هو السكانر، انا عايزه الوان هو بيسحب ولا عايزه ابيض واسود؟ احنا بنخليه الوان عشان هو كده كده بياخدش من الحبر. حلو الكلام. ديت من الحاجات المهمه جدا في الحته دي. في حاجه تاني هنرجع خلف كده. دي مهمه قوي اللي هي اسمها كولر تونر امبيتي اكشن. يعني بقول للمكنه، المكنه دي لو الوان مش ابيض واسود، المكنه دي لو الوان والالوان وقفت بتعمل صفاره فبتوقف المكنه. لا انا بقول لها ايه، لو سمحت انت لو الالوان بتاعتك وقفت يبقى برنت بلاك اند وايت. يبقى في الحاله دي المكنه لو الاحمر وقف او الاصفر وقف ما تصفرليش، هتطبع لها ابيض واسود. ديت برده خطوه كويسه قوي. ليه بقى؟ ان ممكن المكنه تبقى شغاله زي الفل بس عندك الماجنتا اللي هو الاحمر خلص، تلاقي المكنه عملت تيت تيت وقفت، تروح انت موقفها للعميل اول ما تروح تجيب له حبر يقول لك طب انا عايز ابيض واسود، اصور ابيض واسود او ابيض واسود لحد ما اجيب الحبر. فانت تعمل له الخطوه دي وتقول له اوكي. المكنه بتقول لها اطبعي ساعه لما المكنه ما بقاش فيها حبر اطبعي ابيض واسود عادي مش مشكله، هنخليها زي ما كانت عشان بس ايه التعديل بتاعها. هنا الكيبورد بتاعنا في منه اللغات الجرماني الفرنش الانجليزي، والانجليزي اللي هو بتاع يونايتد ستيت. نرجع تاني خطوه كمان مهمه جدا بقى معانا اللي هو الادجمستنت اللي هو بتاع الصيانه بقى، ده اغلبيه الوقت. الدينستي ده اللي هو الغمقان اللي انا بعمله في الكوبي ده هو اللي هيثبت معايا في المكنه، ملوش دعوه بالعميل. بمعنى ايه؟ انا لما اخليها بلس واحد يبقى المكنه هتثبت على بلس واحد. دي غيرها تماما، غير انهي؟ غير اللي هي بتيجي على الديسك توب دي اللي هي الدينستي دي، اللي هي دي فرق بين دي وبين دي. دي بتيجي الاوردر واحد بس، يعني لما يجي العميل يتقل الاوردر البلس 1 او بلس 2 بمجرد ما المكنه تعمل سكرين او تعمل سليب او يطفيها وشغلها هترجع الدارك بتاعها زيرو. لا انا بقى بجبرها بقول لها لا المكنه عندي فيها مشكله مثلا او انا عايز اغمقها. في الحاله دي لما بخش على الدينست ادجستمنت ديت بخليها تشينج الكوبي اللي هو التصوير بخليها بلس واحد او بلس اتنين وقلت اوكي، لا المكنه هتفضل على بلس واحد وبلس اتنين. قفلت المكنه فتحتها مش هتعمل حاجه. حلو الكلام. ده بالنسبه للدورك اللي هو الدينستي. في عندي حاجه مهمه جدا 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 اللي هي اسمها باك جراوند دينستي اي جي اللي هي الخلفيات. ده في الكوبي في التصوير وده في السكانر. هنخليها في التصوير اللي هو ده. يعني ايه؟ يعني مثلا تلاقي مثلا ورقه زي ديت عندك معمول لها خلفيه او باك جراوند، انا عايز الباك جراوند تقيله ولا عايزها خفيفه ولا اخليها نورمال؟ كده انا هخفف كده انا هتقل انا ورحت. ودايما بعمل الحوار ده في البطايق في اغلبيه الوقت عشان الصوره تطلع كويسه وجميله. بعمل اوكي. طبعا الدرام فريش كلنا عارفين ده مهم جدا. لما تلاقي الورقه اغلبيه الوقت ساعات تلاقي الورقه ايه كلمه المركز مثلا الطبي دي تلاقي المركز مش كامل، في حته هنا بيضه حته هنا بيضه حته هنا بيضه. بعمل ريفريش درام مره والثانيه والثالثه هتلاقي المكنه تظبط معايا. المهم والاهم منهم طبعا الديفولبر ريفريش. الديفولبر ريفريش دوت اللي انا بعمله برضك اللي هو بيعمل عمليه ريفريش الديفولبر اللي في التانك، عشان برضك المكنه ساعات بتبقى ايه مهيسه كده في الاسود او في الالوان او كلام من ده، عايز المكنه تسحب حبر. ريفريش ديفلوبر بيظبط كل تقييمات المكنه بكل ارقامها. طب الكالبريشن دوت انا اغلبيه الوقت ساعات بيبقى عندك العميل معاه الورقه وتلاقي المكنه مدياله ارضيه ان كانت بقى اصفر احمر ازرق. قبل ما اغير شفره واتاكد ان في مشكله في الشفره بعمل حاجه اسمها الكالبريشن، دي مهمه جدا دي اهي، واقول له ستارت مش هيقعد دقيقه واحده تلاقي الامور ظبطت. في حاجه كمان المكنه ديت الليزر بتاعها في مساح اوتوماتيك بيروح وبيجي. ساعات وانا بفتح المكنه
بيمسح. لا انا ممكن اخليه يمسح بمزاج، انا بقول له ليزر سكانر كليننج اللي هو ده، واقول له ستارت، هتسمع صوت في موتور شغال بيمسك بقى ايه المسطره من الاول للاخر لكل الليزر بكل الوانه. دي بتفرق في ايه بقى؟ ساعات الورقه تبقى بهتانه، تيجي تبص على قيمه الديفلوبر تلاقي زي الفل، تلاقي المكنه فيها حبر وتلاقي فيها كل حاجه ومغير الدرام والدنيا جميله، وتلاقي الصوره بهتانه. يبقى انا محتاج امسح الليزر بتاع المكنه عشان خاطر الدينستي او الدارك بتاعها يبقى عالي شويه. بعمل ستارت، مش هيقعد شويه وخلاص الدنيا هتبقى زي الفل. اقفل بقى عشان لو في حاجه تانية.